3 غلطات بتعملهم لما بتيجي تعمل دايت. أول غلطة إن أنت بتربط نفسك بأرقام، سواء رقمك على الميزان أو عدد الكالوريز اللي بتاخدها في اليوم. رقمك على الميزان مش هو اللي بيحدد صحتك كويسة ولا لا، ولا بيحدد إذا كنت أنت بتخس دهون ولا بتنزل عضلات ولا بتنزل مية. صحتك وشكل جسمك ومقاساتك في الهدوم أهم بكتير من مجرد رقم على الميزان. وتاني حاجة إن أنت تركيزك كله يكون على عدد كالوريز أكتر من نوع أو جودة الأكل اللي أنت بتاكلها. يعني ممكن تكون بتاكل وجبة واحدة في اليوم أو بتاخد عدد الكالوريز المناسبة في يومك، بس بتاخدها كلها جانك فود وحاجات مقلية وحاجات مسكرة وحاجات empty calories، حاجات بتحسب كالوريز وخلاص، مش بتديك أي قيمة غذائية كويسة. فالأهم من إن أنت تركز في عدد كالوريز وخلاص، المهم إن أنت تركز في نوع وجودة الأكل اللي أنت بتاكله. تاني غلطة بتعملها وهي اتباع أسلوب الحرمان all or nothing. يا اما بتاكل كل حاجه زي ما انت عايز من غير ما بتركز في نوع او كميه الاكل اللي بتاكلها، انت بتحرم نفسك من كل حاجه لدرجه ممكن توصل ان انت ما تاكلش اصلا، وبرضه بتلاقي نفسك ولا صحتك بتتحسن ولا بتنزل في الوزن. مهم قوي انك تتعلم ازاي تاكل صح، ازاي تاكل كل الحاجات اللي انت بتحبها بس تعرف تاكلها بطريقه مظبوطه، وتعرف ازاي تخلي صحتك احسن. تالت غلطه ان انت تختار نظام دايت مش مناسب لللايف ستايل بتاعك ولا مناسب لصحتك. كل شويه بيطلع ترند جديد ونظام دايت جديد، بس مش كلهم مناسبين لصحتك ولا مناسبين لللايف ستايل بتاعك. مهم قوي تختار نظام دايت مناسب لصحتك ولشغلك ولبيتك ولللايف ستايل بتاعك عشان تعرف تكمل عليه، وعشان تعرف تحقق الهدف اللي انت عايز توصل له احسن. لو عجبكم الفيديو بليز لايك اند شير.